السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جايب لكم مقطع جديد وفلوج جديد. قبل أن نبدأ المقطع لا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا جرس التنبيه عشان يوصل لكم كل شيء جديد. معايا عبد الله. اليوم حنتكلم عن تطبيق شقردي وحديكم الإيجابيات وحديكم السلبيات. وبس والله. طبعا تطبيق شقردي فيها 3 عيوب. العيب الاول انه الفلوس ما بتجيك دايركت، تنزل على المحفظه، وممكن انه الحساب البنكي حقك ممكن ما يتقبل، يعني هو ما يقبل الاهلي وما يقبل، ممكن ما ينزل لك، يقول لك والله غير الحساب، ما تغير الحساب فتضطر تغير الحساب. هذا عيبه. والشيء الثاني الحمد لله اليوم يعني الفتره هذه نزلوا بوابه الدفع اللي هو حق ابل باي، SC باي. الامور تمام. المشكله العيب الثاني انه الطلب لازم تاكده عن طريق المطعم انك استلمت الطلب. طيب المطعم يا اخي قفل السيستم حقه ولا ما ظبط ولا ما سووا السيستم حقهم، فتضطر انك انت ممكن توصل للعميل والطلب حقه الطلب تبعك ما كانه ما وصل له شيء. العيب الثالث انه انت اليوم لما اشتغلت، يعني جاك طلب وما قبلته، جاك طلب الان وما قبلته، ممكن يبند حسابك، يتوقف حسابك تماما وما بدك تشتغل معاه. وهذا من ضمن العيب، يعني هذا يعتبر عيب. يا اخي انا ماني فاضي، ما ابغى اشتغل، نسيت اقفل التطبيق يا اخي. يقيدك التطبيق ده مثلا انت لو قفلته ما اشتغل لحاله، يشتغل من لحاله كذا، شيء مزعج، شيء مزعج. انت مقفل ما اشتغل لحاله، يشتغل لحاله. والشيء الخامس انه كمان انت مثلا دحين رحت صلمت الطلب وانت فوق الذروه، زحمه الطريق، حقين الكول الخدمه 20 مره يتصل عليك، فينك؟ دوبك واحد قفل اتصل عليك واحد ثاني، فينك؟ فين وصلت؟ سويت ليه؟ تاخرت الطلب ليه؟ ما ادري ايه. ازعاج مو طبيعي، ويعملوا لك ازعاج غير طبيعي. وانت عارف السواقه ما يمديك ترد على التليفون، يقول لك انت ما ترد. اكيد ما حاخذ مخالفه 3000 ولا 1000 ريال عشان سواد عيونكم يا تطبيق شقردي. فالتطبيق اليوم فيه له عيوب وفيه له ميزات. من ضمن العيوب كمان انه مو طول الوقت انت شغال، يعني ممكن يجيك طلب واحد، يعني ما بدك تعتمد عليه في مصدر دخل، ما بدك تعتمد عليه. ممكن في 2 3 ساعات يجيك طلب واحد، ممكن يجيك 20 طلب، ما تدري يا اخي. واغلب الاوقات اللي اشتغل فيه وانت وحقك، واغلب الاوقات اللي اشتغل فيها اذا اشتغلت في وقت الذروه في طلبات كثير بس الشارع زحمه، يعني يا دوبك توصل طلب طلبين يا دوبك ده. وتشتغل في اوقات، يعني مثلا اشتغلت في اخر الليل ما يجيك ولا طلب، اشتغل من بعد العشاء طلبين الين الساعه 12 طلبين، فما من امها فايده. بس يعني ما ينفع انك تعتمد عليه كمصدر دخل. ايوه ما ينفع تعتمد عليه كمصدر دخل. فالافضل انك انت تفتح كذا تطبيق، يعني مثلا انا افتح جاهز وهانجر ستيشن، وافتح يعني تقريبا 4-5 تطبيقات، تدخل معهم شقردي وادخل معهم شقردي، افتح 5-6 تطبيقات، واي واحد فيهم يجيني اول طلب على طول اقبله واقفل البقيه. عرفت كيف؟ او ممكن اخلي تطبيقين مثلا جاهز وشقردي، شقردي استلم طلب حقه وجاهز استلم طلب حقه واوصل من الاثنين في نفس الوقت. فهمت كيف؟ لكن اليوم ما تقدر تعتمد على شقردي انه كمصدر دخل بديل لك، ما عندك تعتمد عليه نهائي. وممكن في اليوم كله انت تشتغل ما بتدخل الا 100 ريال. فهمت كيف؟ فالنصيحه بس انه شقردي زي ما هو حلو كمان في له عيوب مره كثير. ويدين امك يطلع لما المندوب يتصل على خدمه العملاء كلامهم كثير. وصلت؟ طب ليه ما وصلت؟ اقول له دوبي اخذت الطلب، ليه ما وصلت؟ طيب ليه ما وصلت؟ طب دوبي ما اخذت الطلب يا اخي البيت في نقطه ثانيه. دحين مثلا المطعم في شارع حرة، حلو؟ فين تودي الطلب؟ جهة البحر. والبحر انت عارف يوم الخميس والجمعة البحر واقف زحمة، يعني اخذت الطلب الساعة 3 العصر وصلت كمان. ايوه الفورمولا خلاص كل شيء مقفل ووصلت للعميل العشاء. ليه؟ ويسوي لك امتحان وقلة حياة وما يصدقوا، وهم عارفين انه ده الوقت زحمة البحر. ما يقدروا مو ظروف بس الشارع مو بيدك. لكن تعال شوف هانجر ستيشن ولا مرسول، الطلب في شارع حرة، البيت توصله في شارع حرة، او توديه اذا كان مثلا في الليل الشوارع فاضيه يمديك تستقبل طلب يعني المكان ابعد، يعني في نفس المنطقه. مو تجيب الطلب من ابحر تروح تودي امها البغداديه ولا الهنداويه، ايش المخ فين؟ ولا جاهز تاخذ الطلب ممكن يجيك في مكه. والله مره صارت لي. اي والله من جدة لمكة؟ من جدة لمكة طلب قيمة المشوار
كان لسه ذيك الايام ما دخل مكه جاهز. قيمة المشوار 13 ريال، اوديه مكه لا حق بنزين ولا حق الزيت ولا حق الكفر ولا حق التعب حقي. 13 ريال تخيل. فاليوم ما تقدر تعتمد عليه اعتماد كلي، لكن انا افضل انت اليوم عشان تدخل فلوس من التطبيقات هذه ما تشتغل على واحد في يوم، اشتغل على باكج كذا 3 4 تطبيقات تشتغلها في نفس الوقت. في عندك زي المنيو؟ ايوه شغال عليه. اقول لك مره والله سويت صلاه الفجر صحيت وتروشت البس ونزلت، قلت بسم الله اشتغل صلاه الفجر ونزلت شغلت ستة اللي هي هانجر ستيشن وجاهز ومرسول وجيني قدام. اخذت طلب جيني جاهز، واخذت طلب شقردي وحطيتهم في شنطه ورا، وجاني طلب ايش؟ جيني ثاني ركاب. إيه. طلع معي ركاب وعندي طلبين. البنت فين مكانها؟ مثلا لو قلنا في شارع حرة، البنت تنزلها انت في شارع قريش الشارع اللي وراك، والطلب في شارع قريش، والطلب الثاني على طريق المدينه في شارع قريش. يعني انت في ايوه في 3 مشاوير بندخل تقريبا 70 ريال. 3 في واحد. 3 في واحد. مشوار مشوار واحد تخيل، بس إيه. كذا قدام بعض. بس الكع شيء في شقردي انه ممكن العميل يتاخر عليك. ايش يتاخر عليك؟ هذه مصيبه ترى. ممكن ما يرد عليك، لانه بالذات يعني اللي كان اذا الفلوس كان مدفوع الكتروني ما في مشكله، الله يعينك انت حتتناحل مع شركه انت تاخذ فلوسك. لكن اذا العميل حطها نقدي تعشاب الله يبارك لك بالعافيه. هم يحملوك التاخير. يحملوك التاخير. اي مشكله. اي لكن تعال عند واذا كان نقدي يلا تعال حل لنا عمل ما تاخذ فلوسك بكره بعده، ولا تصل عليك يقول لك دحين خدمه تصل دحين بس نسوي لك السيستم، وبعد مناحله وقلت حاجه يقول لك والله اليوم ما يمدينا نسحب عندنا مشاكل في السيستم خليها بكره، تيجي بكره ما ياخذ فلوسك. يعني انا مجمع تقريبا 200 ريال او 150 ريال اخذتها بعد 4 ايام، كل يوم اتصل ترى الاتصال ده فلوس، يعني اللي انا اشتغلته ضيعته في فلوس برضه بسيط. فما من نفع يا اخي. سوي زي مرسول في وقتها ينزل لك يا في وقتها ده. يعني انت اخذت الطلب نقدي نزل لك في الحساب على طول على حسابك في البنك مرسول على طول. يعني خلال ساعات تلاقي حسابك في الحساب نزل في حسابك. مرسول كان معقد زمان بس تصلح الحين تصلح تطور، لكن شقردي يرفع امك الضغط صراحه. فالتطبيقات والله انا اقول لكم يا زمان كان مره حلو، الان ما اقدر اقول لكم مو حلو ولا حلو، بس انه شقردي يعتبر من افضل التطبيقات. وبس كذا، اذا عجبكم المقطع لا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا جرس التنبيه عشان يوصلكم كل شيء جديد. معكم سعد، سلام.